ونذكر مشاهدينا أنه ونظرا للتشويش من ليبيا وبشكل منظم على بث قناة العربية على قمر نايل سات، فإنه يمكن متابعة بثنا على الموجة الجديدة على نايل سات 201 وفق التفاصيل الظاهرة على الشاشة، والشريط الإخباري أي موجة 11727 أفقي. كما يمكن متابعتنا أيضا على الموجة البديلة على نايل سات 104 على الموجة التالية 12341 عمودي. العربية استطاعت تحديد مصدر التشويش الصادر عن أحد مراكز المخابرات الليبية الموجودة جنوب شرق طرابلس العاصمة الليبية. لكن كيف يحدث هذا التشويش؟ الزميلة نادين خماش تضعنا في الصورة. مشاهدينا الكرام، بعد اندلاع الثورات والاحتجاجات في أكثر من بلد عربي، صارت معظم القنوات الإخبارية العربية بها لنقل التطورات المتلاحقة من خلال نقل الصورة والخبر والتحليل. لكن عملية تشويش لاحقت بث بعض القنوات الإخبارية، وكان آخرها العربية، حيث تم قطع البث وانقطاع الصورة لبعض الوقت. لكن كيف تتم عملية التشويش؟ عادة تقوم محطة التلفزيون على الأرض بإرسال حزمة تردد تسمى الإشارة الصاعدة إلى القمر الصناعي، وبعد أن يستقبل هذا القمر هذه الإشارة يقوم بدوره بإرسالها إلى الأرض. كما نلاحظ هنا يقوم بإرسالها إلى الأرض ليتم التقاطها من أجهزة استقبال في المنازل لمشاهدة تلك المحطة التلفزيونية. وتحاول جهات ما منع وصول إرسال بعض القنوات إلى المنازل، كما تلجأ لما يعرف بعملية إذن هنا كما نلاحظ بأنها تقوم ببثها إلى المنازل. تتم عملية التشويش، سنلاحظ كيف تتم عملية التشويش من خلال استخدام مجموعة أجهزة تتعلق بالبث والإرسال يطلق عليها SNG. إذا هي SNG يمكن أن تقلها عربة. سنلاحظ كما قليل هنا هذه العربة تقوم هذا الجهاز ببث ترددات تصل إلى التردد نفسه وتصل إلى المراد تشويشه الوارد من المحطة الأرضية إلى القمر الصناعي، وبالتالي فإن القمر الصناعي يستقبل إشارة من قبل SNG، هذا الجهاز SNG، ويؤدي هذا الأمر إلى تخفيض نسبة وقوة الإشارة الواردة من القمر الصناعي إلى جهاز الاستقبال المنزلي، وعندها يحدث التشويش وتقطع البث. من يقوم بهذا العمل يستطيع التحرك وبث الترددات من أماكن مختلفة بواسطة جهاز SNG متحرك، ما يجعل عملية التعقب أو وقف التشويش شبه مستحيلة. لكن يمكن الحد من نسبة التشويش بزيادة مستوى الإشارة المستقبلية إلى الحد الأقصى، وهو ما حدث من قبل إدارة القمر الصناعي فور حدوث ذلك، أي رفع درجة الإشارة إلى الحد الأقصى وتغيير فوري لمدار الضجيج والذبذبات المصدرة من قبل المخترق.